لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1447 لواني كاين تفسير قرآني بيروز بيمو وخزمتان ومن بس رزامندي رب العالمين وهوادار مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. بەڵێ خۆشەویستان رب العالمين باس لە عەظەمەتی ئەو قورئانە دەکا لە کاتێکدا کە ئەوان بە کەسانش بێ باوەڕ داوای دابەزینی موعجزە دەکەن. ئەو قورئانە هەندە قورئانێکی عەظیمە گەورەترە لە هەموو موعجزەیەک. دەی باشە ئەگەر اینجا خوای گەورە دەفەرمێ ئەگەر کتابێک هەبووە لە کتێبەکانی پێشووتر خوای گەورە سوبحانەه وتەعالا وای بکردبا کەوا چیا پێی مکەلەف بی ئەوە چیا بە خوێندنەوەی ئەو قورئانە لە جێ خۆی دەجوڵا یان زەوی پێ مکەلەف بووە ئەوە لە کاتی خوێندنەوەی قورئانە زەوی پێی شەقشەق دەبوو یان مردی پێی مکەلەف بە ئەوە مردی پێی بە قسە دەهات. ئەگەر کتێبێک هەبووە لە کتێبەکانی پێشووتر ئەو توانای هەبە ئەوە ئەو قورئانە بوو. ئەو جا لەگەڵ ئەوەش ئەو هاش بە ئەو قورئانە ئەوان هەر ئیمانیان پێ نەدەهێنا بەڵام بەل لله الأمر جەمیعا بەڵکو ئەو شتانە ڕۆیشتنی چیا لە جێ خۆی شەقبوونی زەوی و قسەکردنی مردیان ئەوانە هەمووی لە دەسەڵاتی ئەڵڵا تەعالادا هەیە و هەموو شتەکان شەر دەگەڕێنەوە لای ئەو. ئەفەلەم یەیئەس الذین ئامنوا ئەن لەو یەشاء الله لەهەدى الناس جەمیعا. ئیمانداران لە بۆیان ڕۆن نەبووەوە لە بۆیان بە دیار نەکەوت ئەگەر ئەڵڵا تەعالا ویستی لەسەربی هەموو خەڵکی ئیمان دەینی ئەو ئەختیاریانی پێ نەدەبەخشیکەوە هەندێک ئیمان بین هەندێک کوفر بکەن بەڵکو ئەگەر بیویست بە هەمووی وەکو مەلایکەت بە ئیماندار دروست دەکرد بەڵام لۆیان ڕۆی تۆ خوای گەورە سوبحانەه وتەعالا ویست لەسەر ئەوە نیە هەموو خەڵکی ئیمان بینی و ئیجباریان بکە وا خەڵقیان بکە لەسەر ئیمان هێنا بەڵکو ویستی ئەڵڵا تەعالا لەسەر ئەوە بووە کە خوای گەورە سوبحانەه وتەعالا تەکلیفی ئەو ئینسانێک کردێ بۆی کەوا ئیختیاری پێبەخشیە عەقلی پێبەخشیە و لەسەر فیترەی تەوحید دروست کردی ئینجا پێغەمبەرانی لۆ ڕەوانە کردی و کتێبی لۆ ڕەوانە کردینە فەمەن شاء فەلیؤمن ومەن شاء فەلیەکفۇر. خوای گەورە مەشیئەتی لەسەر ئەوە بووە خوای گەورە مەشیئەتی لەسەر ئەوە بووە. لە شفاء العليل ابن القيم دەڵێ ئەو ئاتە دەلات على أن الله سبحانه إذا أضل عبدا لم يكن لأحد سبيل إلى هدايته. ئەگەر ئەڵڵا تەعالا بڕیاری گومڕایی لەسەر بەندەیەکدا هیچ کەسێک ناتوانی هیدایەتی بدە. لەبەر وەک گوتمان فعلا مەسەلەی هیدایەت و گومڕاکردن یاخود بڕیاری گومڕاکردن تەنها و تەنها لەدەست ئەڵڵا تەعالا و هەروەها ئەڵڵا تەعالاش بەو پەڕی حیکمەت و عەدالەت و لەگەڵ بەندەکانی دەکا. ئیتر کەسێکەوە شایەنی هیدایەت نەبی و ڕێگای هیدایەت نەگریتە بەر خوای گەورە سوبحانەه وتەعالا بڕیاری گومڕایی لەسەردا و کەسیش ناتوانێت هیدایەتی بدە و کەسێکیش کەوە ڕێگای حەق بگریتە بەر بە دوای حەقدا بگەڕێ خوای گەورە سوبحانەه وتەعالا هیدایەتی ددا. بقاعی دەڵێ کاتێکەوە خوای گەورە فەرمووی ئەفەلەم یەیئەس الذین ئامنوا ئەن لەو یەشاء الله لهدى الناس جميعا وعلم المؤمنون أن بعض هؤلاء الكفار لا يؤمن. کاتێکەوە خۆی گەورە وا دەفەرمێ و ئیماندارانیش
زانیان کەوا هەندێک لەو کافران هەر ئیمان ناینن ضاقت صدورهم لذلك ئیتر ئیمانداران دڵیان پێتون دەی بەو شتە لما يعاينونه من أذى هؤلاء الكفار لەوەی کەوا دەیبین کافرەکان هەر ئیمان ناینن تەوازە هەر ئیمان ناین ئەوەی کە خوای گەورە بڕیادا ئیمان ناین ئەوانە لە کاتێکدا ئەوانە کە ئیمان ناین و دەشبینن ئەو کافران چ بەسەر ئیمانداران دەین بە تایبەتی لە مەککەدا چ ئێش و ئازاریان دەدەن فأتبعهم ما يسليهم ئیتر الله تعالى باز لە شتێک دەکاکەوە دڵنەوایی بێ بۆ ئیمانداران دەفەرمی ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أي ولا يزال الكفار تصيبهم بسبب ما صنعوا من الكفر والتكذيب داهية تفجأهم كواتا ببردوامي كافران بابزانا كوا معرزا لوي كوا بسبب أو كفر بدروزانين أو ظلمي كذيكا معرزا لوي كوا قارعيك به مصيبتك به كفجائي بتسريا ونازلة شديدة تنزل بهم وبلاء وعذاب معرزا لهر لحظيك كوا عذابك وبلاء ومصيبتك جورة بسريان دابه وقيل قارعة أي سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل تفسير ما وردي هاتيه كواتا معرزا لهر كاتك الله تعالى دا صلاته شو بيغمبرك بخش صلى الله عليه وسلم يتر مفرزكان وسريكان إيمان داران كلكن بيغمبره دا صلى الله عليه وسلم بقات السريان ومصيبة بس الكافران دابيني يتر أضواء البيان ضلاء ومن اختار هذا المعنى ابن أبي زمنين والعليمي كواتب معناه أوي قارعك لسدست مسلمانان بي كوكو سريه مسلمانان زيش مسلمانان خواهي يقول هندسة صلاة ببخشي بقات السريان ومصيبة بس الكافران دابيني أو تحل قريبا من دارهم أو تقع هذه القارعة قريبا من ديارهم فيفزعون منها ويصيبهم الخوف من تجاوزها إليهم وهم مصرون على كفرهم كواتا أو قارعة يان دقات سرسريان أو عذاب أو بلا مصيبة قورية يان لنزيتي أوان دكوي لكاتيك دا أوان بيدا ترسين أو جا لقل أوش هر مصيرين لسر كفرك يا إخوان لوي ناترسين معرز لوي كوا أو قارعة بقات السريان أو مصيبة بالسنة يانا وتبتنيش توان وكو ضلي لنزيتي أوان بكوي أوان بترسيني أو ذلك الله وشهر مصر لسر كفري خوان إثر أوانك واختياري أوان كردي أو تحل قريب دان القارئة كوات أوانك أو هالشان ذات أو قارئة أيام بيان بكويان لنزيش أوان به أوانك وبوشي وليش دمك أبو حيان ابن كثير بقاع الشوكاني وقاسمي وسعدي ابن عاشور لكنه جوز القول الثاني وستأتي الإشارة إليه إثر ابن عاشور هل ذاته بلام ضله قولش كشيء كدواتر باسدك ومن قال بهذا القول من السلف الحسن حسن شرواد له وقيل المعنى أو تحل أنت يا محمد مع جندك قريبا من بلادهم أو قارعة وكو عذاب دقات سرسريان يان لتنشتيان بعادي كيكوديان ترسيني يان بخوت يا رسول الله بخوتو بتزيشي تو دقنا سرسريان يان دقنا نزيشي أوان أوش قولي دوما وكو ابن جرير واحد وعليمي وهل البياني سلفيج ابن عباس وعكرمة ومجاهد وعبد الله كر ابي نجيح سعيد كر جبير دفرمي حتى يأتي وعد الله أي حتى يأتي وعد الله وهو موتهم أو قيام الساعة عليهم كواتا وأنا معرض لها اللحظيك أو قارئة أزبهور معنا بقات السريان لنا نزيد شوابي حتى وعد الله تعالى دقات السريان كأويش مردنيانا يان هاتني قيامته فإذا جاء وعد الله المحتوم حل بهم من عذاب ما هو الغاية في الشدة كاتك ووعد الله تعالى ديت السريان إتر أو عذابك و ديت السريان ديانقاتي كعذابك غاية في الشدة أو فريت هنده إتر أوانك وابوش وعدي خواي قوريان ليك دايته وكابريته لمردين روج قيامت وكوزو مخشري وأبو حيان وشوكاني وقنوتشي وقيل المراد به يوم القيامة عند حتى يأتي وعد الله
حتى وكو قولي كم حتى مردن يان قيامة قولي اليوم تنها بقيامة يعني لقدايته وكو واحدي حسن لسلف. وقيل إن المراد بعد إلى هنا فتح مكة حتى يأتي وعد الله حتى وكو وعد الله تعالى دي كبريت له فتح مكة وكو ابن جرير ابن أبي الزمنين ورسعني وقرطبي وعلمي وقاسمي لبيواني سلف ابن عباس مجاهد وقتاده. ابن عاشور دلي ووعد الله من إطلاق المصدر على المفعول أي موعود الله. كاتب ابن عاشور دلي حتى يأتي وعد الله ليرى وعد الله بمصدر هاتيا ما بستكاش مفعولك واتم موعود الله تعالى أو كوا للان الله تعالى ووعدان بيدرايا كايشتي وهو ما توعدهم به من العذاب حتى يأتي وعد الله واتهتا وكو أو عذابك وعدان بيدرايا ديت سريان وكو لسورة آل عمران دفن قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. فأشارت الآية إلى استئصالهم كاتو آتا أما جيب عذابك للرقى ودريان ديني لأنها ذكرت الغلب ودخول جهنم كاتو آتي سورة آل عمران باسكا قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم كواتا هم لدنيا دا دورين هم لجهنميش لعاقبتش تان جهنم. فكان المعنى أنه غلب القتل بسيوف المسلمين وهو البطشة الكبرى ومن ذلك يوم بدر ويوم حنين ويوم الفتح. كواتا غلبك ستغلبون بدست مسلمانان بدست شمشير مسلمانان إتر أوي بسري عنها لروج بدر لروج حنين لروج فتح مكة. بقاعدة حتى يأتي وعد الله أي الملك الأعظم بفتح مكة حتى يأتي وعد الله حتى وكو وعد الله تعالى دي بوي كواتا ببردوامي عذاب دي تسترين حتى وكو وعدي الله تعالى جيب دبي بوي كوا فتح مكة دبي أو بالنصر على جميع الكفرة في زمن عيسى عليه السلام. يان إشارة بوي كوا وعدي إخواي قوله لا يقل نشان قوركاني هاتني قيامت بريتيلا دابزين عيسى عليه الصلاة والسلام يتلو كاتي طبعا عيسى دي عليه الصلاة والسلام هالقري ديني محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم يتلقى الإيمان داراني أو زمن خواي قورا نصرتيان دا بصر همو كافركاني أو زمني لو كاتي كموجودا فينقطع ذلك إتر بتواتيد بريتو فلا يبقى على الأرض كافر. لو كاتي خواي سبحانه وتعالى أودى صلاة بعيسى وبإيمان داران دبخشي كوا كافر يقنا من لسروي زوي. وفي غير ذلك من الأزمان كزمن فتح مكة المشرفة فيكون المعنى خاصا بالبعض كواتيان بمعنى عامكي كوا لزمن عيسى عليه الصلاة والسلام كذا بزيتوا إتر خواي قورد صلاة بذا بخشي كافر نامنه يان بمعنى تايبتك أوكاتك وفتح مكة دبي يتر أو بعد خواي قوري سبحانه وتعالى إن الله لا يخلف الميعاد أي إن الله لا ينقض وعده. الله تعالى بهالشويك وعدي خوي هل ناوشين وكل ما وعد الله به فهو كائن لا محالة. هل وعديك الله تعالى بيدا بيقمان جيب زيد بي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.